هنتكلم النهاردة عن فيروس مشتق من فيروسات كورونا، وهو متحور جديد من متحورات إوميكرون، وهو الأسرع في الانتشار بنسبة 17%، ولكن مش الأكثر ضرر. تعالوا نتعرف على المتحور الجديد ونعرف مع بعض هو بيكون خطر على مين وإيه أعراضه وإزاي نتجنب الإصابة بيه لا قدر الله. متحور كورونا الجديد هو فيروس واسع الانتشار يصاب بيه الأشخاص الكبيرة في السن، وأكتريتهم فوق ال 80 سنة، وكمان اللي ما خدوش مصل كورونا. وقد صرحت منظمة الصحة العالمية إن الفيروس ده مهم ومثير للاهتمام، وده اللي خلى الناس تتكلم عنه بشكل كبير. بعض المعلومات عنه إن هو سريع الانتشار وانتشر في أكتر من 50 دولة، وفي دول فيها نسب كبيرة من الإصابات في فترة قصيرة. عندنا مثلا بلد زي الصين فيها أكتر من 2247 إصابة، وده في خلال شهر واحد بس. وفي أمريكا وخصوصا نيويورك بتحتل أمريكا الترتيب الثاني في الإصابات بالمرض ده بعدد 1356 من المصابين، وده غير بلاد تانية كتير زي اليابان وكوريا وكندا. وبسبب كده وضحت منظمة الصحة العالمية أعراضه وإزاي بيتم التعامل معاه. أعراضه هي سيلان أو انسداد في الأنف، صداع وإرهاق، عطش وسعال، التهاب في الحلق، فقدان حاسة الشم. أما طريقة الوقاية منه فهي نفس الطريقة القديمة، وهي غسل الإيدين، لبس الكمامة لو حسيت بأي أعراض برد، الابتعاد عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية القديمة. بس الموضوع بإذن الله مش هيوصل للمرحلة بتاعت كورونا القديمة حتى ولو المتحور الجديد أسرع في الانتشار، والكلام ده بناء على معظم كلام العلماء، وهو إن المتحور الجديد ممكن يكون سريع الانتشار بس مش قوي في الأعراض، وإن هو بيشبه إيميكرون، وإن خطورته كلها إن هو ممكن يصيب اللي واخدين المصل بس أعراضه عليهم مش هتكون قوية. وغير إن خرج تقرير من وزارة الصحة على لسان الدكتور حسام عبد الغفار، وهو المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ووضح في التقرير ده إن الفيروس بالفعل مفيش منه خطورة، بس ده لحد دلوقتي عشان هو تحت الفحص، وده غير إن هو في الصيف فممكن الأمر يختلف في فصل الشتاء. ووضح إن أول ظهور للمتحور الجديد كان يوم 17 فبراير، وفي فترة قصيرة وصل عدد الحالات المصابة بيه ل 7354 حالة، وده دليل على سرعة الانتشار. وآخر حاجة ذكرها هي أهمية تناول الفيتامينات والأكلات اللي بتحتوي على فيتامين سي، وأهمية إبعاد كبار السن الفترة القادمة لتجنب وجود أي نوع من الإصابة الخطيرة. وطبعا كلنا فاكرين فترة أزمة كورونا والأضرار الكتير اللي صابت الناس والدول من أضرار نفسية لمعنوية، ده غير الأزمة الاقتصادية اللي لسه بعض الدول بتعاني منها. ومن هنا بنكون وضحنا كل حاجة عن الفيروس الجديد، وربنا يبعد عنكم الأمراض.